بعد ما ذبحها وجه قعد كل مع ابوها وامها اللي انا مربياه وهو عيل بيزحف. الساعه 7 خدت يا ماما 5 جنيه اجيب حاجه كلها. نزلت بعد ما نزلت بربع ساعه بالظبط اتصلوا بينا بنتكم مذبوحه مرميه عند مكار الشلاقيه. المهم دلوقتي احنا عرفنا النهارده من وكيل النيابه اللي ابن عمها استدرجها خدها على العجله ولف بيها من ورا المقابر وطلب منها حاجه مش كويسه، قالت له لا روحنا انا اقول لابويا يموتك، وشتمته. وكيل النيابه بيقول طلع السكينه من جنبه وذبحها ورماها في المسقه. بنتي اتذبحت اللي في تانية ابتدائي واترمت في المسقه. اترمت في المسقه، مشي في العجله طلعت وعفرت لحد ما وصلت لسمكري، قلع هدومه وكتم رقبه بنتي وجري على مستشفى الوطن العامه. بنتي في العنايه دلوقتي. بعد ما ذبحها وجه قعد كل مع ابوها وامها اللي انا مربياه وهو عيل بيزحف، جاب له لبس العيد بتاعه، رمى بنتي في المسقه وذبحها وجه كل معايا في نفس اليوم. كل معايا، انتوا متخيلين الموقف؟ انتوا حاسين ان انا بقوله اصلا؟ كل معايا في طبق وخد فلوس مني ونزل يجيب حاجه وجه ولا كأنه عمل حاجه. ده يتعدم، ده ما عذب بنتي على الحياه، ده يتعذب على الحياه برضه زي دوق اللي بنتي دقته عشان بنتي ما عملتش اي حاجه. ده الامان لابن عمها اللي هو اخوها، اللي هو انا مربيه انا امه الثانيه، وعمه اللي هو ابوه لسه كساكس وتلعب بايدي، وراح ذبح بنتي وجه قعد كل معايا. مش هيكفيني فيه 10 سنين، انا ايدي يتذبح. بطلب بالقصاص العادل اللي يجيب حق بنتي. عارفين يعني بنتي 3 كيلو تمشي مذبوحه عشان حد يلحق لطريق عام؟ يا جماعه انا بطلب بالقصاص، ابوس ايدكم واعتبروها بنتكم، تجيبوا حق بنتي اعدام بعيني كده واشوفه بيتعدم، حق بنتي يجيلي. غير كده مش متنازله عن حق بنتي، وانا عارفه ان الحكومه بتاعتنا عادله وهتعمل كده برضه. انا عارفه الحكومه بتاعتنا عادله وهتعمل كده وهيجيبوا حق بنتي. كل نقطه دم نزلت من بنتي هتيجي.